السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد جايبه لكم ريفيو جديد على سخان فيش. ما تنسيش تعمل اللايك للفيديو. النهارده الريفيو بتاعنا على سخان فيش كهرباء فينوس فيش 30 لتر. دلوقتي احنا أول مرة نفتح بقى البوكس بتاعنا وهنشوف محتويات الكيس. الصندوق بتاعنا ايه والسخان محتوياته ايه. هنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة دلوقتي بقى هتقابلنا، هنفتح البوكس بتاعنا وهنشوف موجود ايه ويحتوي على ايه كل حاجة فيه. اول حاجة هنشوف الفيشة بتاعتنا. الفيشة يجي طولها كده متر. وهنشوف اللي باللون الازرق دي اللي هتتحط فيها الخيطوم بتاع المية الساقعة، واللون الأحمر بتاع الخيطوم بتاع المية السخنة. هنطلعه دلوقتي من البوكس بتاعه وهنشوف محتويات الكيس ايه. وأول حاجة هنشوفها دلوقتي كتاب الإرشادات. كتاب الإرشادات مكتوب عليه فيش، وده شكل السخان في كتاب الإرشادات. وهنشوف دلوقتي هيحتوي على ايه. كتاب الإرشادات باللغة الإنجليزية والعربية. دلوقتي في هنا في الكيسة السكس بالف بتاع السخان، وفي الصامولتين دول لازم هيتحطوا بقى في الصواميل الموجودة في السخان هنا في الزرق أو في الحمراء. وهنا كمان مكتوبة موجودة شهادة الضمان، وعليها رقم التليفون على الواتساب والباركود بتاع فيش، وعليها خدمة العملاء 19/059. كل دول ايه الكتيب الموجود في السخان بتاعنا. دلوقتي احنا هنطلعه بقى من البوكس بتاعه عشان نشوفه كويس وهو على الارض كده موجود شكله عامل ازاي. اهم يا جماعة اللي احنا شرحناهم قبل كده. وده الستاند اللي هيتعلق على الحيطة، وده المؤشر اللي بيبين لك لما السخان يتملى او فاضي. وهنا كلمة فيش، وده اللون الاحمر ده الزرار الاحمر بتاع الباور. ودلوقتي احنا هنشوفه بقى لما هيتعلق وشكله عامل ازاي. وفي يا جماعة كمان تعزيات على السخان اللي لازم تركبي المحتويات اللي في الكيس اللي انا وريتها لكم في السخان المكان الجديد. ونسيت اقول لكم اللي ضمانها 5 سنوات.